مواجهة قوية داخل المحكمة بين الأم المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته ل6 أجزاء وأكل أجزاء من دماغ ابنها بعد ما سلخته، وبين الأب الملكوم على ابنه، ومرافعة هامة للنيابة العامة في القضية. لو عايز تعرف الحكاية تابع. خلال الأيام اللي فاتت وتحديدا في جلسة محاكمة سيدة الشرقية المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته ل6 أجزاء، المحكمة سمحت للأب بحضور جلسة محاكمة الأم المتهمة، وكمان سمحت له ان هو يسألها انت عملتي كده ليه. الاب سأل الام المتهمة وقال لها انت قتلتي ابني ليه وقطعت جثته ل6 اجزاء وسلختي اجزاء من دماغه وحطيتي كمون وشطة واكلتي اجزاء من جسم ابني. المتهمة تهربت من الرد. المحكمة سألتها مين اللي طلب الانفصال عن التاني، فردت للمحكمة وقالت ان انا اللي خلعت جوزي وما كنتش حابة ان انا اعيش معاه. المتهمة اللي خلصت على ابنها كان ظاهر عليها علامات الإدراك وكانت قوية وهي بترد على المحكمة، عشان كده تدخل دفاع الطفل المجني عليه. قال للمحكمة إن المتهمة ما فيهاش أي أعراض نفسية أو عصبية وارتكبت الواقعة وبكامل قواها العقلية. النيابة العامة ترفعت خلال الجلسة وكانت مرافعتها قوية جدا لما قالت ووصفت أن يوم الواقعة كارثة سوداء حلت على المجتمع. كان الطفل يلهو ويفرح بآخر أنفاسه في الدنيا، والمتهمة من حوله تغزل شباك الغدر والخسة وتشعل صدرها بنيران الأنانية. انظروا إليها تسوقه إلى داخل المنزل، والطفل ينظر إليها بعيون حالمة لا ترجو إلا حنانا من تلك الأم القاتلة، فوالله لا تستحق يوما أن يقال عنها أنها من جنس البشر. ودخلت بالطفل المنزل بعد أن أغلقت بابه ونوافذه، واستحكمت منها مشاعر الأنانية وحب الذات، مصممة على حب الامتلاك، فما دامت لن تمتلك ابنها لن تسمح لغيره أن يمتلكه. النيابة العامة كمان بتقول أن المتهمة أعدت مخططا عصا وفأسا وسكين تحتفظ بها لتتعدى على نجلها، وبعد أن أغلقت نوافذ شقتها قتلت المجني عليه وقررت أن تخفي جثمانه بشكل لا تتحمله حتى الوحوش الضارية. خلال الأيام اللي جاية هتحصل تفاصيل أكتر، تابعونا هنا عشان نقول لكم كل جديد.